قلت لك 100 مره اليافطه لازم تتنضف. والنساء الحي لسه ملمعه. وايه ريحه الكمكمه دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل؟ حضر المسائل. على البركة. فيفي تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي ازاي وتدربيها بنفسك على كل حاجة. ها؟ أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال، إن شاء الله أكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. اهلا 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 اهلا. ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب، المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف. انا كنت خايف لما تجيش. انا لما اوعد ما خلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلالة الملك. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت اجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجه افتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي، بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. كله تمام يا سعاده الباشا. انا هغيب ساعتين ثلاثه كده، هقابل ملاك اخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. الراجل وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا ام النعم. ملاك مهما حصل بينه وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم يا اخويا. هو عارف اننا هنقابله. هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عند كلمتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامة. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا. الأوضة اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفولة، وملك أخويا زي ما أنت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار وآخر الليل هيروح لبيته، ما هو عنده بيت وعيلة وأولاد وحمله تقيل. ما علينا. معاكم الفلوس؟ مش كلها. القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. أنا قلت 6 بواكي، أكتب عقد بكده؟ 4 يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعاب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسه بتحسن عليه، وانا اهو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهه مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص، سيبوا الفلوس وأي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك.
طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن يعني، اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده اوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك انت واخواتك، وانا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج. اما تقابلوها تعرفها. احلى الصباح يا حاج. طمني، اخبار الجماعه بتوع اليابان ايه؟ 100 100. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركه. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الذبيحه. بالحق يا حاج، انا نسيت اقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف ان انت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. مش في لقيت لي شغلانه جديده في محل الملابس؟ شغلانه فين بقى ان شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالي كده يا ابو سعيد، هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشامي اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانت عرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبر شبر، وعارف ناسها نفر نفر، انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوفي. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا، لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي عايزين قدهم 3 4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي. انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. سعادة الباشا. ازيك يا باشا؟ يا باشا. سيادتك تعبان؟ انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعه كام؟ 7:30. الساعه بتاعتي فين؟ في حاجة يا باشا؟ المحفظه بتاعتي كان فيها 900 جنيه. انا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجه. دي خدت الخاتم بتاع دولة اختي، وخدت طقم اقلام دهب. مامي تاخد طقم اقلام دهب تعمل بيه ايه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشقها. احنا نبلغ البوليس. بوليس ايه؟ انت حمار. اقول لهم ايه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخاتم بتاع دولة لازم يرجع. ليلتك قشطة يا باشا، تحت أمرك. بعتيلي رباط. وأنا ما ينفعش. تنفع كل حاجة، بس أنا عايز رباط في موضوع خاص بيه. هي أجازة النهاردة وأنا تحت أمرك. طب هاتيلي المدير. المدير مرة واحدة. طب مش هتشرب حاجة؟ هاتيلي المدير. قوم قدامك عندهم. استاذ كلام حضرتك صح، انت شربت 6 بيره بس خدت معاهم 9 براندي عشان كنت بتخلط البيره بالبراندي. مفيش براند. هتدفع هنا ولا تحب تروح الحمام؟ طلبات الباشا. تحب تروح الحمام عشان طلبات الباشا. ايه؟ ونتحاسب على رواق. أنا عايز رباط. مش لسه كانت معاك الظهر؟ لحقت تشتاق لها؟ أنت عارف كل حاجة.
يا باشا اللي يشتغل شغلتي دي لازم يعرف العفريت مخبي ابنه فين. رباب سرقتني. تستاهل، انت اللي لعبت بديلك. يا باشا انت ضحكت عليا وعلى صاحب المحل وعلى الزباين. المحل ده محترم، احنا هنا بنقدم المشروب وبس، اي حاجة تانية لا. احنا ناس محترمين، عشان كده انا طردت رباب، وانت كمان مطرود. اياك اشوفك بتعدي حتى من قدام المحل. تحب تطلع على رجليك ولا على نقالة يا روميو؟ فز قوم قبل ما افرج عليك لمامة البار. ازاي فاتتني دي؟ ازاي فات انك انت قواد؟ مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما عارفش. هو حضرة الغريب مش من هنا ولا لا؟ لا من هنا، بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما عارفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. انت باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكون اصلك فاكر بيه. اتمشى معايا كم متر كده؟ ما قلت سعادتك. تعال تعال امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد رب عبد الباري يا بيه. عاشت الاسامي. بص يا عبد ربه، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك، ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد ربه بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. لما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعاده البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك ساكن في اوتيل ولا في بونسيون؟ استنى هنا كلمني. ايوه يا دولة. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. انت فاكرني عيل صغير؟ انا هشيل همك ولا هم الامراض اللي في جتتي؟ دولة انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزبالة في الشوارع والبارات الوسخة؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتختشيش. ده انت رجل على باب الأوضة ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في آخر أيامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي. مجنون لو تتصور إن في واحدة ست ممكن تعبرك أنت وتبص لك يا ناقص يا شايب يا عايب. افتح الباب بدل ما كسر الباب على دماغك. يا اللي دوست على تاريخ عيلتك وضيعت سمعة والدك الله يرحمه. افتح. عايزة الخد من الألماس بتاعي. ايه اللي موقفك بره بدري كده؟ مستنياك. أنا غلطانة يا طه، بس لازم تعذرني. الدنيا عاملة حواليا زي الخيال، ساعات ما أعرفش أنا بقول إيه. هات الدبل.
لا. هات الدبله بقول لك، انا عارفه انها معاك. هات، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب اعمل لك ايه وانت شعنونه كده؟ ما انا لازم اصبر عليكي. بس هاني. شفت نفسك في المرايه؟ يعني ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله. انت شكلك ظابط من دلوقتي، وعزة الله احلى من الظباط. يا دوب بقى، انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاتوبيسات وهي فاضيه، لحسن الزحمه تبهدل البدله. لا، انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه، وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان. قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى، وما تنساش المعوذتين. ماشي؟ ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. اتفضل يا حاج، اتفضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء بيفتحوا المنشآت الجديده. اتفضل يا حاج. انا بفضل الله وفضلك وفضل امثالك بقيت منشأة كبيره. بس انا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. انت غالي عندي قوي يا زعتر، وانا فرحان لك. مش انا بس، انا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج؟ مفيش غير القهوه. قهوة ايه يا حاج عزام؟ القهوه ملحوقه. يا سعاد، افندم يا استاذ سليم. هاتي عصير للحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتيه بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟ بنتي ايه يا حاج؟ دي موظفه عندي هنا في المنشاه. انا بنتي يا دوبك في الاعداديه. بسم الله ما شاء الله. لازم السكرتيره بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطره ونبيهه وخفيفه. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6 7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق، مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله اعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه، اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه، 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، التشبع بروح العدل، الحزم، الشرف، واولا واخيرا لازم يكون انسان في كل تصرفاته. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. صراحه. اللي بعده. كنتي فين؟ كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه الناقصه عشان يجيب غيرها. امال الكل بيبص لك ويبص له كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني. من فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويضحك لحد ما يترعش ويتنفض. والسلام عليكم وعليكم السلام، وهو عامل زي دكر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه. وحشه. وكلنا في الهوا سوا ومصير الدور يجي عليك. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين. مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفه اللطيفه دي. انا ما بحبش اكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ مين هيتجوز واحده فقيره بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير ان النسوان بقوا اكتر من البساريه. مين بقى اللي هيتجوز ارمله دبلوم تجاره وفي رقبتها عيل؟ انا. ايوه بس دي عيده خالص يا حاج، دي مفيش، دي بالنسبه لك لا تذكر. انت مقامك اكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، انا راجل عارف ربنا، يعني من الاخر كده انا عاوز واحده عاشرها، مش واحده ورثها ولا اخد مرتبها اخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقه القدر اتفتحت لها. بس انا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول.
بتاعي يا سكر يا منحل وتكذب عليا وتقول لي لسه ما رحتش للجواهرجي؟ احترمي نفسك يا دولة. مين اللي يحترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسم اكبر عيله في مصر تحت الرجلين. اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسختي كانت بره بيت العيله، انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجال اللي دخلوا الشقه دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين. انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا، اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع، اجري يلا، اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم، اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده، وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ورزله. انا ما عادش مستعملك يا دولة. ولا انا يا اخي. يلا اخرج بقى، ما بقاش دولة بنت الدسوقي باشا، خليتك عبره سكان العماره. يلا ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجه، اخ واخت بيتخانقوا وانتوا عارفين دولة طول عمرها مجنونه. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Quand il me prend dans ses كريستين والامور دي اغلى حاجه في حياتي. زكي انت مش تمام، مالك؟ طول عمرك تعرفي اللي جوايا من غير ما اقول لك. انت زي التلفزيون مفتوح، انت في تمثيليه نكد. هو في نكد بس من غير تمثيليه. كله على ده جزمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزه. اتخانقت مع دولة. مش جديد طول عمركم كده؟ دي طردتني من البيت. مجنونه بس طيبه. المره دي عملت حاجه كبيره؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. انا مستعد اجيب لها خاتم احسن منه. هو زكي تري اونتو نو. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، ابوها، انما مجوهرات نو. ما تسالنيش. كريستين لو قلت لك ان دولة بترسم من زمان عشان تطردني من الشقه تعمل بيها ايه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل ايه؟ هتديها لاولادها. ما ان انا لو مت دولة هتاخد كل حاجه. هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك، هي ممكن تموت قبليك انت تورثها. ما هو ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هاديه، وانا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، انا عارفها. رهان على ازازه بلاك. هي فول بردي، بس انا هكلمها.
خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى خلاص. اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمه، زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه، وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى نعم. مش عايزه اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم. انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كال انرويل، انا كريستين. انت بتكلمي ازاي انت؟ لا بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها روحي شوفي زباينك. يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجه. يلا. زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا؟ كنت فاكره انها مجنونه بس طلعت كلبه واطيه، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه، اهلا منور خالص. لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض. اهلا بيك. عزيز خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه. ويسكي. والاستاذ ويسكي برضه، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي شوت بسرعه. امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عم. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبده، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. ماشي. هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبده، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذه، حاجات لذيذه جدا، ألذ حاجه في الحياه. عارفها يا بيه، بس انا مرتي في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكره اغلب الستات ما بيكونوش لذاذ قوي. تشقيلك يا بيه. اهدى اهدى يا عبده، الناس بتبص علينا. خليك عادي، خليك عادي خالص. عبد رب، ربه ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحه؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذيه مش طبعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هنروح في نصيبك يا بيه. الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص تعالى تنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى روح لحالك. يلا. ايه حكايه سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني كل واحد يتاكد ان قفل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تقرف. اهلا حاتم بيه، مش فوق سكان العماره، واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معاه. معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني جيب لنا الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. لما حاتم بيقوم. امر حاتم بيه يجيب لي الاسانسير من فوق. ما تخافش، مش هيحصل له حاجه، زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا، اطلع يا عبد رب. اطلع يا عبد رب. اوبا، شفت الواد طلع طلعه، عمل سبرنت، نمر. اي والله نمر، واد جامد. طب ابن حلال، تستاهل كل خير. ليلتك فل يا حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس.
مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا لا لا، ابوه هو اللي كان باشا بحقيقي، ومسك وزير مرتين ثلاثه زمان. امال هو بيشتغل ايه؟ ولا اي حاجه. عايش على شويه املاك سابهم ابوه، فاشل طول عمره، راجل انتيكه زي ما شفتوا كده. مسخه، سكري، بتاع ستات، ده مش انتيكه، ده روبابيكيا. طيب البيت بيتك بقى، انا مش هتاخر عليك. تعيش يا بيه. مش معقوله هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ انا اصلي مش متعود انام بدري ابدا، لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله يا بيه. اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض. انا واخد على كده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دوق انت تعرف. مش كركري. اللون الكركري. بقول لك، انت قلت لي انه فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك، مش كده؟ تمام يا بيه. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بيه؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وساطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. بس انا زي ما قلت لك، انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده. عبدو، انا وهبت نفسي علشان اسعد غيري، بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ تتفرج على حاجه لذيذه في التلفزيون، حاجه جامده. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ قوي. Zadzwoń do mnie, pokażę ci, co to znaczy gorący seks. يا بوي. ايه ده يا بيه؟ جامد جدا. ها؟ قوي. Smutno ci? Zadzwoń teraz. انت قلت لي انت متجوز يا عبدو، مش كده؟ عبدو. ايوه يا بيه متجوز، بس مرت على قد حالها يعني، مش كده؟ بتنام معاها كتير؟ لزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عم مفيش احراج ولا حاجه. ها؟ اهو لما باخد اجازه بعمل الواجب مرتين ثلاثه في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص. مرتين ثلاثه في اليوم؟ تقولي على قد حالها؟ انت مفتري بقى. ان جيت للحاج يا بيه ساعات بتبقى عاصيه او تعبانه، بس انا بكسر راسها. من يد من يعدمها. شكرا. تشك. تامر، خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل. يلا يا بابا.
دي جوازه شرعي على سنه الله ورسوله، لا هي عرفي ولا مسيار لا سمح الله. لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال. الحمد لله. سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها، والولد هيفضل معاكوا هنا، وكل ظروف ما تسمح تبقى تشوفه، وما تقلقوش مصاريفه عليا انا. ايه؟ قلت ايه يا سعاد؟ اللي تشوفه يا ريس حميدو. خلاص، الشبكه 10,000، المهر 20,000، مؤخر الصداق 5000 جنيه، وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي. على خيرة الله. في حاجه تانية يا حاج؟